الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم حج من ذهب إلى الحج ولم يأخذ تصريح، ثم أني سمعت عن بعض الأشخاص أنه يقول ادخل بدون إحرام ثم اذبح فدية؟ نعم. فما حكم ذلك؟ أما الثاني وهو أن نقول ادخل بلباسك العادي واذبح فدية، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. فرض الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله بهذه المعصية وتدعي أنك متقرب إليه، لا سيما إذا كان الحج نفلا. سبحان الله، أتقرب إلى الله بمعصية الله؟ وإن كان هذا معصية في عبادة، لكن غلط عظيم وحيلة على من؟ على الله عز وجل. كيف تحيي على الله بهذا وأنت تريد أن تفعل السنة؟ يا أخي، إذا كنت تفعل السنة ابقى في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه ويحصل لك الأجر. هذه واحدة. أما الثانية وهي التحيل على الأنظمة، فأنا أرى الأنظمة التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع. فمثلا لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضا لا تحج مع تمام الشروط، فهنا لا طاعة لها، لأن هذه معصية الله أوجبه علي على الفور وهذا يقول لا تحج. أما النافلة فليست واجبة. واتباع ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر فيما لم يكن واجبا، فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم، واجبا. ثم إني أقول لكم أيها الإخوة، طاعة ولاة الأمور أتظنون أنها طاعة بشر لبشر؟ أجيبوا بما تعتقدون، ما بما أريد أنا. هل تعتقدون أن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية هل هو طاعة بشر لبشر؟ لا، بل هي طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فوجه القول بالإيمان، يعني من مقتضى إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر. فنحن إذا أطعنا ولي الأمر في غير معصية نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل. وتقربنا إلى الله بطاعة ولاة الأمور في عدم الحج هو طاعة واجبة، وترك حج النفل ليس معصية. فلا أرى أن الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل في أمر لهم فيه سعة، والحمد لله. نعم.